السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يوم عادي جدا جدا جدا، ما فيهوش اي افتكاسات. هو يوم الحد، انا بنزل ساعات السوق اللي عندنا. بيبقى فيه حاجات الى حد ما ارخص من الايام العادية. دي مشتريات من العطار اللي تحت. جبت شعرية وجبت سمسم ابيض. احنا بنستعمل السمسم الابيض في الفلافل او الطعمية، وساعات بعمل شوية قراقيش، قرص بسمسم. بحب استعمل السمسم الابيض. وده سحلب سايب. طعمه بيبقى حلو جدا. فيه مكسرات، في كل اضافاته. بيبقى جميل، والشتا داخل علينا بقى وهنحتاجه كتير. وجبت كمان دي اسبونج. ده بيكفي كمية نص كيلو، بيكفي صينية 24 أو 26. كمية حلوة. هنبقى نعمله في يوم من الأيام. كيك جميل إن شاء الله. وطبعا جبت البيكنج باودر أنا بحب كيك شيف. بيبقى أفضل كتير كتير من البيكنج باودر. وكيس خميرة لو احتجت أعمل أي معجنات يعني. وجبت كمان كمية صغيرة من الكريز، طبعا لتزيين أي كيكات أو بسبوسة أو الحاجات دي. بيبقى حلو جدا في التزيين. وكمان جبت من نفس العطار فلفل اسود حب. انا بحب اجيب التوابل بتاعتي حب واطحنها بنفسي. بعد طبعا ما انقيها واحمصها وتبقى زي الفل ان شاء الله. العطار اللي تحتينا ده كويس جدا جدا جدا. حاجته حلوة ورخيصة ونظيفة. وجبت كمان الكابوتشا دي كانت بتتباع 4 ب10. جبت 2 لان لما بتقعد في التلاجة كتير بتبوظ. ومعايا كيسين ملح. ده ملح غسيل، انا بستعمله في غسيل اللحوم، الفراخ او السمك. وده ملح الاكل. الكيس الصغير ب5 جنيه والكيس الكبير ب10 جنيه. طبعا احنا عارفين ان كيس ملح ده ب1 جنيه، وفي محلات بتبيعه ب2 جنيه كمان. الملح ده كويس جدا جدا واليود بتاعه حلو. بيتباع في المحلات ب2 جنيه. انا جبت الكيس بيقف اقل من جنيه طبعا، لان الباكيتة فيها اكتر من 20 كيس. والباكيتة دي فيها اكتر من 10 اكياس ب5 جنيه. طبعا هو سوق الحد بيبقى فيه حاجات كتير موفرة، وبس اللي يعرف بقى يستغلها صح يعني. وكمان جبت معايا بطاطس. طبعا البيت لا غنى عنه في البطاطس. مفيش بيت بيستغنى عن البطاطس بصراحة، وانا ولادي بيحبوا البطاطس المحمرة قوي. المرة دي جبتها ب8 جنيه علشان كبيرة شوية. واضح ان البطاطس الجديدة نازلة شد حيلها علينا. ربنا يستر، لان اليومين دول كل حاجة بقت سعرها غالي. ما بقاش في حاجة رخيصة يعني. وكمان جبت مستلزمات حلويات. انا ولادي بيحبوا الجيلي سواء في الشتاء او في الصيف. فجبت لهم العلبتين دول. العلبة فيها 3 اكياس، تعتبر عرض يعني، او علبة 3 في 1. جميلة جدا وبتعمل كمية حلوة قوي. لان كيس كيس كده ما بيبقاش يعني، ما بيعملش حاجة، يعني ما بيديش الكمية الكافية. وبعدين انا بحاول اعمله مركز شوية، مش بعمله خفيف. وكمان معايا انا جبت العرضين دول تقريبا حوالي ب20 او 25 جنيه. آه العرضين. وجبت كمان كيسين بسبوسة. النوع ده كويس جدا جدا. ايزي فود، نوع حلو قوي قوي. بستعمله كتير وهو الوحيد تقريبا اللي بستعمله. طعمه حلو واضافاته جميلة. مش بضيف عليه جوز هند، هو مضاف اليه الجوز الهند بيبقى حلو جدا. وكمان جبت جلاش سايب. انا بحب اجيب الجلاش السايب، ما بحبش اجيب المعلب.
وساعات كمان الراجل بيعبيه قدامي، يعني بيبقى جايب الكمية كلها وبيعبيه قدامي، لكن النهاردة انا لقيته جايبه مختوم ومترخ والجلاش من جوه طري وجميل جدا وصابح يعني. طبعا احنا بنحبه حلو وحادق، وبيبقى طعمه فعلا وهو صابح بيبقى جميل جدا. انا بحطه عندي في الفريزر، وقت ما بحب استخدمه بطلعه. وكمان جبت عيش سوري. العيش السوري ده زي ما تقولوا كده المنقذ في البيت. اه والله. طبعا اتزنقتي في اي وقت هتطلعيه وتفكيه او تسيبيه يفك وتحشيه اي حاجة زي الكريب بالظبط. طبعا انا بصور بالليل، وكنت جايبة الطلبات دي الصبح فحطيته في الفريزر، فعشان كده ماسك نفسه شوية. طبعا اليوم اهو مرهق بالنسبة لي، فاضطريت اعمل اكلة بسيطة خفيفة ما تاخدش مني وقت ولا مجهود. عملنا ايه؟ عملنا كبدة ومكرونة وبتنجان، أكلة بسيطة جدا جدا جدا، ويلا نشوف عملناها ازاي. نقول بسم الله وندخل على الطاسة بتاعتنا. دلوقتي في قطعة من اللية، الراجل كان اداهالي زيادة على الكبدة الجزار، فقلت اسيحها الاول لاني ما بحبش طعمها ك... كطعم، يعني لما يبقى طعمها لاذع كده في الاكل انا ما بحبوش. فانا حاولت ان انا اسيحها، بس اسيح جزء منها كده شوية، وكده كده هتدي الطعم وهتدي الريحة وهتبقى كويسة جدا ان شاء الله. حطيت معاها معلقتين من الزيت وابتديت اسيحها. طب وبعدين هعمل ايه؟ هضيف التوم المفروم. ده توم انا بحب بدقه، مش بحب افرمه في كبة، بحب ادقه كده. سبحان الله، التوم المتقطع ليه طعم، التوم المفروم في الكبة ليه طعم، التوم المدقوق ليه طعم تاني. وكل حاجة بيبقى متناسب معاها الطريقة. يعني في طريقة بيبقى حلو معاها التوم المتقطع، وطريقة بيبقى حلو معاها التوم المدقوق. حطيت كمان كركم وكاري ده كاري مش كركم. الكاري في ريحة التحمير بيبقى روعة 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 روعة. ولو تاخدوا بالكم ان اساس المغات اللي بنشربه الكاري، لان مجرد ما بتحطيه بتشمي ريحة الكاري ظاهرة جدا وباينة. يا ريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نضيف الكبدة اللي احنا جبناها، هي متقطعة مكعبات. واهم حاجة ما تغسليهاش مادام ضامنة المصدر او الجزار اللي انت جايباها منه. ابتديت احط التوابل بتاعتي، الكزبرة الفلفل الكمون، اهم حاجة في الكبدة الكزبرة والكمون، بيبقى حلو جدا مع الكبدة. وبعدين هبتدي اضيف الفلفل الاخضر. كل ده انا بدي تقليبة واضيف الحاجة وبس كده. انا ما بعملش اي حاجة تاني زيادة في الكبدة، مش بحب احط لها بصل. هي كده تعتبر توم وفلفل فقط لا غير. طبعا هديها كوباية ربع كوباية صغيرة من المية يا دوب بس تستوي فيها. زي ما قلت لكم بحط الملح والكمون ومش بكتر من الفلفل. احط التوابل بتاعتي واديها تقليبة واحدة واحط المية واسيبها تشرب فيها 5 دقايق بس، مش هتاخد مني وقت خالص. وفي الأثناء دي أنا حمرت مكرونة. مجرد بس ما الكبدة راحت تستوي أنا حمرت مكرونة وسقيتها بشفشق طماطم. بحب أسقيها بطماطم بس مش بسقيها بمية، بتبقى حلوة جدا جدا وطعمها حلو. أهم حاجة وانتي بتحمري المكرونة زيدي عليها التحمير حاجة بسيطة جدا،
واديها بصلاية وانتي بتحمريها في الآخر جزء في التحمير، واسقيها بالطماطم واديها الملح والفلفل، هتبقى حلوة جدا جدا جدا. وحمرت بتنجان، عفوا، وحمرت بتنجان وحطيت له الدقة بتاعته، توم وكمون وكزبرة، وقطعت عليه طماطم مع الخل. انا بحط خل في الدقة بتاعت البتنجان بتبقى حلوة جدا، وليمون، وقطعت عليها الطماطم برضو في الدقة ودقتها معاها شوية. وبكده يكون أكلنا خلص ويومنا خلص. يا رب نكون عجبناكم، ويا رب نكون أسعدناكم، ويا رب نكون خفاف على قلبكم. وما تصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.